تعرف ليه كل ما تبدأ حاجة تلاقي نفسك عايز تبدأ غيرها؟ هل أنت شخص مشتت؟ الحقيقة لأ، أنت بس مش فاهم نفسك كويس. يمكن تكون زي إيلون ماسك شخص متعدد الشغف والمجتمع طول عمره بيقولك صاحب بالين كذاب، بس هل المقولة دي أصلا بتنطبق عليك؟ بص، مقولة صاحب بالين كذاب هي صح، بس صاحب بالين هو اللي بيعمل حاجتين في نفس اللحظة، مش اللي بيحب يتعلم كذا حاجة على التوازي. المشكلة إن العالم عاوز ذكاء متخصص في حاجة واحدة، فأنت بتحس إنك ضحية، لكن الحقيقة إن تعدد شغفك قوة مش ضعف. أنت بس مش منظم ومش هتبقى فاشل مستقبلا، ما تخافش. لو عندك شغف كتير ومش عارف تبدأ منين، هات ورقة اكتب كل اهتماماتك، اختار أهم 3 بالنسبة ليك، مثلا قانون، برمجة، لغة، اشتغل عليهم بالتوازي. أول شغف ابدأ بيه الصبح، خلص مهامه وبعده ادخل على تاني وبعدين التالت. كل شغف في وقته من غير ما حد يدخل على تاني. وخليك فاكر مش لازم تكون مثال، ومش كل يوم هيمشي زي ما انت عايز، بس المرونة هي اللي هتخليك تكمل. احنا كتير بس مش لاقيين بعض، ولسه في حاجات كتير هتعرفها عن نفسك عشان تقدر تطلع إمكانياتك الحقيقية وتوصل رسالتك. متنساش تعمل فولو وتنضم لعيلتنا.